السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أحلى وأغلى متابعين ومتابعات. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله نهار جديد وصفة جديدة، غادي نشارك معكم واحد البوشنيخة نوع المعسلات ديال رمضان. غادي نشاركها معكم إن شاء الله بمكونات بسيطة وفي المتناول للجميع. نتمنى إن شاء الله الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم. ندوزو إن شاء الله المقادير ديالنا. المقادير عندي هنايا 4 كاس ديال الزيت، 4 كاس ديال الزيت، وعندي 2 كيسان لارب ديال العنبه، يعني كاس عامر وكاس هاوذا يعني ناقص 7 ونص. عندي 4 المعالق ديال المزهر دفيتهم ودرت فيهم ضامه ديال الزعفران، دويمه ديال الزعفران باش تذوب، ما ديروش الملحه لان الضامه مالحه. وعندي 4 المعالق ديال الخل، وعندي معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال النافع، وعندي نص خماره، والدقيق عندي كيلو ديال الدقيق. ندوزو ان شاء الله للطريقه. وعندي 250 غرام ديال الزبده دايبه. اول حاجه ان شاء الله ناخذوا نديرو هنايا بسم الله، غادي في هذه الساعه غادي نديرو الزبده دايبه. عندي 250 غرام. نضيف عليها 4 كاس ديال الزيت. هاد البوشنيخه تجي لذيذه وبنينه وفيها شي مكونات كثيره. نضيفوا هنايا 4 المعالق ديال الزعفر ديال المزهر ذوبت فيهم ضامه ديال الزعفران. عندي هنا 4 المعالق ديال الخل، واش عندي معبور، وانا عطيتكم مقادير مضبوطه. غادي نضيفو كاس ديال الحليب، ونضيفو له كاس العرب، يعني 2 كيسان العرب ديال الحليب. غادي نضيفو معلقه ديال النافع مطحون ومغربل. عندنا معلقه ديال القرفه، وعندنا نص خماره. كديروش خماره كامله، يعني نص خماره، ها هي يعني 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. الملحه ما غاديش نضيفوها لان الضامه الدويمه اللي عندنا مالحه. غادي نخلطوا هاد العناصر هذه بسم الله، وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. كتجي لذيذه وبنينه. وغادي نبدا نضيف دقيق شويه بشويه بسم الله. اللي عنده زعفران حر يمكن له يدير زعفران حر، حنا ما عندناش، درنا غير الضامه ديال الزعفران على حسب اللون وصافي. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه على ما نخلطها نتلاقى معكم. العجينه ديالنا بعد ما تجمعات ها هي كتجي على هذا الشكل هذا. انا دخلت لي كيلو ديال الدقيق، دخلت لي كيلو ديال الدقيق كامل. دابا غادي نقسمها على حصص، غادي نخليها ترتاح، ومن بعد ان شاء الله نتلاقى باش نشكلوها. غادي نغطيها ان شاء الله ونخليها ترتاح. بعد ما ترتاح ان شاء الله، بعد ما ارتاحت العجينه لينا العجينه كنديروا شويه ديال الدقيق لان غادي ندوزو العجينه في شويه في الوراقه، وغادي نحاول نطلقها بالطول.
باش ملي ندوزها في الوراقه تجيني سهله. نحاول نقسمها هكا ها 3. دابا غادي ندوزها هنايا في الوراقه. العجينه ها هي من بعد ما طلقتها بالدلاك كتجينا رقيقه على هذا الشكل هذا. دابا غندوزها في الماكينه. ها هي بسم الله. ها هي من بعد ما دوزتها في الماكينه. ها هي من بعد ما كندوزها في الماكينه على هذا الشكل هذا، وكنحاول مع يدي بوحدي كنتسرحها على هذا الشكل هذا. انا كنطلق وانا كنجبدها على هذا الشكل هذا. ها هي كتجيني على هذا الشكل هذا. ها هو انا ما تنديرهاش طويله بزاف باش نقدر نتحكم فيها. هاد الشعيرات الصغار ماشي ضروري. ها هو او تنقبض تندير على هذا الشكل هذا. ندوز حتى الاخرى في نوبه. كنديرهم غير صغار باش نقدر نتحكم فيهم، لان يدي بوحدي ما عنديش اللي يقد لي الماكينه. انا كنطلق وانا كنطلق بيديا في نفس الوقت. ها هما جيني على هذا الشكل هذا. هانتوما انا كنديرهم غير صغار على هذا الشكل هذا باش كيساعدوني. هانتوما يعني كنقبط هاد الشعيرات هادو، كنشوف انا القياس اللي باغيه. بغيتهم كبار تنكبرهم، بغيتهم صغار تنصغر يعني، تنتحكم فيهم على هذا الشكل هذا. هانتوما تشوفوا على هذا الشكل. هانتوما هذه الصغيره هي التاليه، ومن بعد كنقطعهم. نتوما كتحكموا في الحجم اللي بغيتيو. هانتوما ومن بعد كنديرها على هذا الشكل هذا. كنحاول نحلها على هذا الشكل هذا. هانتوما كما حديتيها تتحل بحال شكل ديال الشباكيه. ها يعني ها كتكون محلوله. بغيتوهم كبار تديرهم كبار، بغيتوهم صغارين تديرهم صغار. هانتوما تشوفوا كيفاش كتجي على هذا الشكل هذا. ندوزو عاوتاني لهادي. ها هي نفس الشكل. كنحاول نقاد لها هاد الشرائط على هذا الشكل هذا. هانتوما تنتحكم انا فيها، بغيتها كبيره بغيتها صغيره، وتنقطع بالسكين او بالقطاعه على هذا الشكل هذا، وتنحاول نحلها بهذا الشكل هذا. سهله وكتجي زوينه. بالنسبه للماكينه ضروري خص اللي يعاونكم ولا اللي يقبط معكم، ولا ديروا بحال اللي درت انا. درت غير القطاعه وبقيت كنزل عليها لان يدي بوحدي ما عنديش كيفاش. واحسن حاجه تخليو هاد البشنيخات بهاد الليله كامله حتى يعني حتى تتنشف مزيان، وعاد لغدا تنقليوها وتنعسلوها. هذه ديال البشنيخه على هذا الشكل هذا. انا كندوز وانا كنطلق باش ما تتكمش بزاف. باش كتجيني ساهله على هذا الشكل هذا. هانتوما تناخذهم تيكونوا هكا طوال.
وتنشكل منهم بشنيخه على هذا الشكل هذا. هانتوما على هذا الشكل هذا، وتنزل يعني ساهله، ما كتاخذش شي وقت وما فيهاش شي مجهود. على هذا الشكل هذا حتى هذا كنضيعوش هكا. نعاود معكم هذه واحده اخرى، يعني ساهله ملي كتكونوا بوحدكم على هذا الشكل هذا. تلقوها نتوما كدوروا الماكينه نتوما كتلقوها شويه بشويه هكا باش ما كتخبلش، باش الخيوط كيبقاو مسرحين هكا. تيساعد بزاف ان الخيوط ديالها تيبقاو هكا مطلوقين. بغيتوها ديروها كبيره كتكثروا، بغيتوها تكون مقاده على هذا الشكل هذا، ها هما تيكونوا الخيوط على هذا الشكل هذا. وتنشكلوا منها، تنحاولوا نطلقوهم على هذا الشكل هذا. كتجينا على هذا الشكل هذا محلوله. اهم شيء تخليوها تنشف واحد 4 ساعات ولا 5، او من الاحسن تخليوها ليله كامله. بعد ديك الساعات تقليب وتغسلوا على هذا الشكل هذا. نعاود معكم هذه المقادير اللي عطيتكم مضبوطه. تدخل كيلو ديال الدقيق، ما كتجي لا خفيفه ولا قاصحه، وكتمشي معكم على هذا الشكل هذا. هانتوما ما كتعذبكم ما والو، هانتوما يعني كتكون الخيوط ديالها مطلوقين على هذا الشكل هذا. هانتوما كتشكلوهم الشكل اللي بغيتي، كبار او صغار، سهله. هانتوما على هذا الشكل هذا. انا غادي نستمر ان شاء الله نكمل الكميه اللي عندي بعد ما سالينا البشنيخه ديالنا. دابا غادي ندوزو ان شاء الله المرحله ديال القلي. هاد العسل هادي انا مشاركاها معكم شحال من مره عندي في القناه. هاد العسل غزاله كتلصق في المعسلات. هي دفيتها شي شويه، دفيتها في حمام مائي باش ملي ندير فيها ان شاء الله الحلوه ما غاديش تهرس. هنا كتعرفوا البشنيخه كتكون رقيقه شويه وحساسه باش ما تهرش. هنايا في هذا العسل الا كانت العسل بارده غادي تهرس الحلوه كامله. باش نقليو البشنيخه ديالنا بسم الله. ما تخليوش الزيت حتى تسخن بزاف بزاف تولي تحرق. يعني القياس اللي غادي نديرو فيها البشنيخه ديالنا وغادي تقلى. هي من بعد ما وجدات جينا على هاد اللون. دابا غادي نصفيها نديرها في العسل وتبركو هي هنا غير بشويه باش كتشرب العسل. العسل تيكمل لها اللون. نتوما تشوفوا كيفاش كتجي.
التشنيخه ديالنا من بعد ما قليناها وعسلناها كتجينا على هذا الشكل هذا. كتجي اللون ديالها غزال، كتجي مذهبه، كتجي فتيه وكتجي بنينه ولذيذه بديك المقادير اللي درنا لها، وكتجي هكا صغيره حلوه ومزيونه. اللي بغى يديرها كبيره يمكن له يقطعها كبيره على حسب الحجم اللي تيبغي. هذه درناها صغيره على اساس اللي خدا بحيده يكملها، لان كاين اللي ما تيقدرش على الحلاوه بزاف. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم وتركم وتنال الرضا ديالكم. ما تنساوناش من اللايك والبارطاج. نتمنى ان شاء الله الله يلقينا على خير والعواشر مبروكه. انا غادي نحل معكم واحد الوحيده. هانتوما تشوفوا كيفاش كتجي، هانتوما كتجي غزاله. هانتوما شوفوا الدخلاني ديالك كتجي مقليه معسله شاربه العسل. هانتوما كيفاش كتجي غزاله، كتذوب في الفرن ولكن في نفس الوقت لذيذه وبنينه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم ونال الرضا ديالكم. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.